أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا تعرف على نفسك بنفسك. عرفتكم على نفسي المرة اللي فاتت ووعدتكم إني هعرفكم أكتر عن علم النفس، وهناخد رحلة حلوة مع بعض وإحنا بنحكي عنه. تفتكروا إيه هو مفهوم علم النفس وبيهتم بإيه؟ علم النفس هو واحد من العلوم الإنسانية اللي بتهتم إنها تدرس تصرفاتنا وسلوكنا وتعرف توجه سلوكنا لاتجاه معين. طيب يا ترى علم النفس ده ليه أقسام؟ والإجابة هي أيوة فعلا ليه أقسام كتير جدا، زي مثلا علم النفس الجنائي وعلم النفس الفسيولوجي وعلم النفس التربوي وعلم النفس الاجتماعي وأقسام تانية كتير. يعني مثلا علم النفس الجنائي هنلاقيه إنه بيتكلم عن سلوك المجرم وتصرفاته وإيه اللي بيخليه يرتكب جريمة معينة. ده غير إن في جرائم كتير جدا بيكون الأشخاص اللي ارتكبوها أشخاص عندهم أمراض نفسية في الأساس. وطبعا بعد ما عرفتكم على علم النفس واديتكم نبذة عن أهم أقسامه، أكيد دلوقتي بتسألوني يا ترى هتعلمينا إيه بالظبط زي ما وعدتينا الحلقة اللي فاتت. وأحب أقول لكم إننا هنحكي عن حاجات كتير، زي مثلا إزاي وأنا قاعد مع حد وشاكك إنه بيكذب أعرف إنه بيكذب، وإزاي أفهم نفسي وأحدد نمط شخصيتي. كل ده وأكتر هيكون كلامنا عليه خلال الفترة الجاية. ما تنسوش تعملوا لايك وشير على الفيسبوك وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب عشان تكونوا أول ناس تشوف الجديد. أشوفكم بألف خير المرة الجاية، استنوني.